لو كان في الأمر ما يريب لوجدت من يطرق بابنا حرسه لا رسله. ولم لا تطيق المناصب؟ المناصب مصائب. ولن تخرج من هنا إلا وأحدكما قاضيا للبصرة. لقد جئت برجل ودعوته إلى القضاء فأوقفته على شفير جهنم. اصبري عليه يا بنيتي، فهو طيش شباب وسرعان ما يؤوب عنه. هدانا وهداك الله يا عماه. متى كنا لأعمارنا ضامنين؟ عماه، إن كنت حقا تحب ولدك فقه غضب الله وعذابه. وهذه داري، وأنا قد سمعت صوت رجل هنا في داري. أبو غانم جاري المشهود له بالورع والتقوى، أشهد الشهود عليه. فكيف بي وقد أطال أبو راشد غيبته وهو لم ينسني أبدا. اطمئن، ما هي إلا أيام وتراه هنا بيننا. فحفظ النفس واجب كما هو واجب بذلها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ألازلت تبكي أمك يا قاضي البصرة؟ وهل ترى في هذا ما يعيب؟ معاذ الله، ولكن لربما ورد في كثرة البكاء على الأم ما لا نعرفه. ولم لا أبكي؟ فقد كان لي بابان إلى الجنة، فأغلق أحدهما بموت أمي. ألا يقدر المرء على بر والديه بعد موتهما؟ بلى يقدر، بالدعاء لهما وإكرام أصحابهما وصلة رحمهما. عساه يهتدي ويؤوب إلى ربه. لم أعد أطيق العيش معه وهو على معصيته وضلاله، حتى بت أخشى أن آثم ببقائي معه. ولم تأثمين وأنت لا تملكين من أمرك شيئا؟ رجل ماجن مصر على معصيته، فكيف لامرأة مؤمنة أن تبقى تحت رجل مثلي؟ الله عالم بما في القلوب، ولا يؤاخذ المكروه عما أكره عليه. وأنت لك منه أبناء، إن تركتهم معه صاروا على دربه. والله لا يبقيني إلا هذا، ولكني لا أعلم إلى متى سأصبر عليه. استعيني بالله ولا تنسي قوله تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. إنا لله وإنا إليه راجعون. أبا راشد، أبا راشد،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبا راشد، ما بالك يا رجل مذ عدت من سفرك وأنت حالك غير حال؟ أسمعت عنا ما أسألك منا؟ معاذ الله، فأنا لم أسمع عنكما إلا كل خير، وأهل بيتي أخبروني كيف حفظتموهم في غيبتي. ليس لنا فضل في هذا، فأنت أخونا وأهلك أهلنا. بارك الله فيكم وحافظ لكم أهلكم. ما بالنا نراك كدرا مغموما؟ لا تشغل نفسكما بالأمر، هذا كتاب قدره الله علي وأنا راض به ومحتسبه عنده. لا إله إلا الله، ولكن هذا لا يمنع أن تشاركنا به، عسى أن يكون عندنا ما نستطيعه. يا أبا راشد، أنت أخ لنا، فطالما قسمتنا زادك أفتبخل علينا أن تقاسمنا همك؟ خدعت بمن لو ذكرته لكم لكذبتموني. لا والله لا نكذبك، وما اعتدنا منك إلا الصدق. ومن هو الذي خدعك؟ أبو غانم. أبو غانم؟ وماذا فعل وأنت جاره وله الأخ والصديق؟ أودعته وديعة قبل سفري فأنكرها علي. أمتأكد أنك تقصد أبا غانم الذي نعرفه؟ أجل، أنا نفسي ما كنت لأصدق عنه هذا. لا حول ولا قوة إلا بالله. وماذا ستفعل؟ وماذا أفعل؟ ولا شهودا عندي ولا بينة، وهو معروف عنه الورع والصلاح. من ذا سيصدقني؟ اذهب إلى إياس بن معاوية. جل ما سأفعله هو أن يحلفه، وأبو غانم مستعد لليمين. لقد أقسم بالله في وجهي إنه لم يأخذ مني شيء، فكيف إذا كانت الفضيحة والحد؟ مع هذا اذهب واعرض الأمر عليه وانظر بماذا يجيبك. سأرى ماذا أفعل، ولكن لا تحدث أبا غانم في الأمر، عسى أن يلين قلبه لي ويرد لي بعد مالي. أما إن عرف أن الأمر خرج للناس فلا أمل لي حينها. لك ما تريد يا أبا راشد، وكان الله في عونك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. أيعقل هذا؟ أبو غانم الرجل الكريم الصالح يفعل هذا مع جاره المقرب له؟ لولا أنني أعرف أبا راشد حق المعرفة ما صدقت كلمة واحدة مما قال. حسبنا الله ونعم الوكيل. يا أبي، ألن تأكل معنا؟ يا أبا إياس، إن لجسدك عليك حق، ولربك عليك حق، ولأهلك عليك حق، فأعطي كل ذي حق حقه. أليس هذا ما أدبتني عليه؟ والله لن أقرب الزاد ولن تقربوا قبلي. وهل علم أحد بمجيئك إلي؟ ولا حتى أهلي أيها القاضي. أبقي هذا الأمر فيما بيننا، ولا تطالب أبا غانم بشيء، ولا تأتني حتى أرسل في طلبك. السمع والطاعة أيها القاضي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الصحاري ورد ورد لا حول ولا قوة إلا بالله. ورد الصحاري. اهدأ يا رجل، اهدأ، لطف بصوتك وخطواتك، أيقظت الناس جميعا. ها؟ هذا بيتي، نعم بيتي. إذن أنا حر، نعم أنا حر حر. لا شأن لهم بي ولا شأن لي بهم. ورد الصحاري. اهدأ يا رجل. أما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله. من أصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. هذا بيتي والله، كأنني أخطأت ودخلت المسجد بدلا من بيتي. أتستهزئ بحديث رسول الله أيها المجن الضال؟ تقولين هذا عني؟ ما دمت تستشهدين بحديث الرسول فلم لا تذكرين الحديث الذي يقول ذلك الحديث الذي يقول فيه شيئا عن المرأة والسجود وزوجها. بل ما قاله صلوات الله عليه: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. نعم هذا هو ولذلك آمرك بطاعتي وإجلالي. كما قال أيضا: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وهذا ما أمرني به حين تكون طاعتك من طاعة الله لا بمعصيته. ويحك يا امرأة، ويحك، جعلت مني عاصيا لله كافرا. وماذا تسمي هذه التي في يدك؟ هذه قنينة. هذا ماء وتمر. هيا تذوقيه لتعلميه. لا والله لا أقربه. لعن الله الحامل والمحمول إليه. ها؟ بل اللعنة عليك وعلى جميع أهلك. هيا اشربيه، فإن لم تشربي فأنت طالق ثلاثا. هيا قاتلك الله. أغثوني، اشربي، أغثوني من هذا. يا أم شعيب نحن جاراتك. ادخل، أغثوني من هذا الرجل. هيا اشربي يا امرأة. لن أشرب. لن تشربي؟ ماذا؟ أتستقوين بهن؟ والله إن لم تشربي لتكونين طالقا طلاقا بائنا. هيا اشربي. لن أشرب. اشربي يا أم شعيب ولا تهدمي بيتك. لقد أقسم عليك ولا سبيل لك غير ذلك. إن الله غفور رحيم وهو عالم بما في الصدور. نعم غفور رحيم. لن تسمعي. هيا اشربي. نعم هيا اشربي بيدك لا بيدي. هيا اشربي.
فرحة أنت ها؟ فرحة. أتظنين أنك قد نجوت بفعلتك هذه أنت والدجاجة؟ لا والله، لا والله، لا أتركك حتى تشربي وأبر بقسمي. بل فرحة لأن الله أنجاني منك. منذ الآن أنت غريب عني ومحرم علي. لا 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 أنت لا تعنين ذلك، أليس كذلك؟ لست أنا من أقسم. يا أم شعيب لا تتعجلي. نعم، هذا قسم ولا بد أن هناك فدية. ولا بد أيضا أن العلماء سيفتون بما يصلح ذات بيننا. كان عليك أن تفكر في ذلك قبل أن تقسم وتطلق. أنا ذاهبة الساعة إلى دار أهلي، فلا والله لا أبيت في بيت غريب عني محرم علي. يا أم شعيب، يا أم شعيب، أنا غريب. تعالي يا أم شعيب، تعالي يا أم شعيب، تعالي. أنا لن أذبح الدجاجة. نعم، سأجعلها تبيض. يا أم شعيب. أيرضيك يا ابن أرطاة؟ أيرضيك ما فعلوه بابني؟ على رسلك يا أبا المهلب، ألا تخبرني بمن فعل وماذا فعل؟ أهل زوجه منعوه منها. أفي حق أم في باطل؟ شجار الزوج مع زوجه. هذا وحسب؟ حلف عليها بالطلاق 3 على شرب كأس كسرها طائر في البيت قبل أن تشربها أو تمتنع، فادعوا أن اليمين وقع وأنها قد حرمت عليه. كأس ماذا الذي تمنعت عنه حتى حلف عليها؟ هذا أمر غير هذا شرع الله ونحن مسؤولون فيه أمامه، أفلا نتبين قبل أن نحكم؟ كأس نبيذ أراد غصبها عليه. ويحك وويح ولدك، والله لو كانت ابنتي ما رددتها إليه أبدا. وأنا غير راض عما فعله وعنفته عنه، ولكنني ما جئت إلا من أجل أطفالها. ما ذنبهم أن يحرموا أمهم وقد ندم أبوهم على ما فعل؟ أعلم إن أنا سعيت في هذا الأمر فلا أسعى فيه إلا لأجل أطفال أخشى عليهم من عاص يسيرون على خطاه فنحمل جميعا إثمهم، ولكن أعلم إن كانت اليمين قد وقعت معاذ الله، معاذ الله، ما كنت لأرضى أن تقيم عنده وهي محرمة عليه. أرسل لي خلف أهلها أحدثهم في الأمر. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خيرا سيدي القاضي، قالوا إنك تريدني على عجل. وخير إن شاء الله. اجلس ها هنا يا أبا غانم، فما أريدك فيه أمر جلل يقض علي مضجعي. عندي حاجة أرجو منك أن تعينني فيها. أفعل بإذن الله. بارك الله فيك. سألت عن رجل حسن السيرة والسريرة، مؤتمن وثقة بين الناس،
فأجمعوا جميعا على أنك أتقاهم وأكثرهم ورعا. الحمد لله، هذا من فضل ربي. تعلم يا أبا غانم أن أموال اليتامى أمانة لا يصلح أن ندفعها إلا لمن هو أهل لها. بالطبع يا سيدي القاضي، هذا حمل لا يقدر عليه إلا العفيف المكين. هذا صحيح، ولهذا أردت أن أوكل هذه الأمانة إلى رجل لا يشكك أحد في نزاهته وأمانته. وهل أحب إلي من عمل كهذا يقربني من الله ويشفع لي عنده؟ فما أحوجنا إلى عمل يرضى به الله عنا. ولكن لا بد لي من تحذيرك، فللشيطان أسلحة قوية لا يقوى على مقاومتها سوى الزاهد العابد. الحمد لله، ما مددت يدي إلى حرام قط ولن أفعل. إن شاء الله يا أبا غانم. بالطبع إن شاء الله. حسناً، ما دمت قد قبلت بحمل هذه الأمانة فلتأتني غداً ب10 جمال تحمل عليها المال. 10 جمال؟ نعم، فالحمل ثقيل كما أخبرتك، ولهذا حرصت على أن أختار من لا يشكك فيه أحد. اطمئن سيدي القاضي، فلا فرق عندي بين كثير وقليل، فالأمانة الأمانة، والمال سيكون عندي في زيادة لا نقصان. إن شاء الله يا أبا غانم. يقرئك القاضي السلام ويقول لك اذهب إلى أبي غانم وطالبه بالأمانة التي لك عنده، فإن أصر على إنكارها قل له سأشكوك غدا إلى القاضي إياس، ولا تزد على هذا. هذا كل ما قاله لك؟ أجل، هذا كل شيء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أبا غانم، قد تكون نسيت، أتذكر حين جلسنا في بستان داري؟ أبا راشد، لست خارفا حتى أنسى أمانة أمنتني عليها، فوالله ما أخذت منك مالا ولا أودعتني وديعة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هكذا ترمى الأيمان الغموسة من أجل متاع زائل؟ اخرج من داري ولا تأتني ولا تحدثني. اطمئن، لن أعود إليك مرة أخرى. أنا ذاهب إلى القاضي إياس. وماذا ستقدم بين يديه من بينة؟ كتابا أم شهود؟ الحلفان. سأحلف. فعلت وستفعل. وما الطائل إذن سوى أنك ستسيء إلى نفسك أمام الناس؟ أنا أستحق هذا لأنني نسيت قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. ولكن حين يشيع القبر بين الناس لن يأتمنك أحد على ماله أو تجارته حتى يحتاط لنفسه فلا يقع فيما وقعت أنا فيه. أبا راشد، جاري العزيز، أتصدق أنني أنكر عليك مالك؟ ماذا قلت؟ ما سمعته يا جاري العزيز، إنما أردت أن ألقنك وأعلمك درساً. لا تترك مالك أبداً لأي أحد دون كتاب أو شهود، فأنت لا تعلم ما تخفي الصدور. وأي درس يا جاري ويا صديقي ويا أخي؟ تعال يا رجل، سأعيد لك مالك. يا سبحان الله، تودع عندي وديعة
أحفظها لك 15 عاما، ثم تأتي بعد كل هذه السنين لأردها لك وتتهمني بالخيانة؟ وكيف لا أتهمك وال1000 دينار صارت 1000 درهم؟ ومن أين لي أن أعرف ما في الكيس وهو مختوم بختمك وفضضته أنت بيدك؟ أصحيح ما يقوله خصمك؟ أجل يا سيدي، فضضت الختمة حين وجدت الكيس خف وزنه وشككت بأمره. ادخل يا أبا غانم، ادخل فقد تعيننا في هذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ها يا أبا سعد، فضضت الكيس أمامه وفي بيته؟ أجل يا سيدي، لكن الكيس مخيط من أسفله، مؤكد أنه فضه واستبدل الدنانير بالدراهم ثم أعاد خياطته. يا لك من جاحد، هذا جزاء من حمل له الأمانة؟ أذهب خصمك بالكيس إلى أي مكان قبل أن تأتياني إلى هنا؟ لا. هات الكيس لنرى ما فيه. ماذا سترى يا سيدي؟ ليس فيه سوى الدراهم. أنت لم تنكر وديعته وحفظت أمانته طيلة 15 عاما، ولم تفتح الكيس في هذه المدة، أليس كذلك؟ أجل يا سيدي. وهو فض الختم بيده وأمامك، ثم جاء بك إلى هنا والكيس بيده ولم يفارق ناظريك. هذا ما حدث وأقسم على هذا. فكيف دخل إلى الكيس إذن هذا الدرهم؟ هذا الدرهم الذي سكه سليمان بن عبد الملك قبل 5 سنوات. وكيف دخل أيضا هذا الدرهم الذي سك من سنة واحدة فقط؟ كيف فاتني هذا؟